يا أخ عن جد هيك اسمها. هي الأكلة إلها اسم ببلادنا، هي مسبة، ولكن هن عندهم إياها كتير عادية. أحبابكم 10 من أبو ظبي، وبالتحديد من مطعم سوداني اسمه زول كورنر. تفضلوا شوفوا شو حناكل. أول مرة بدي آكل أكل سوداني بحياتي. قالوا لي إنه السودان مشهورة كتير بزيت السمسم، وكمان قالوا لي إنه لحومها طيبة ودجاجها طيبة، وأغلبه بيكون مشوي. بس كمان قالوا لي إنه عندهم الأكل سبايسي، بس السبايسي دائما بيحطوه برا، ما بيكون جوات الأكل. شو حنطلب؟ بس انتوا وجباتكم أحجام ولا وجبة حجم واحد؟ الطلب الواحد مناسب للشخصين. ايوه ان شاء الله. طب أنا بدي أجرب كتير، شو بدي أعمل؟ لازم أطلب. خذ راحتك خذ راحتك. عندنا من الطلبات في نص، في كيلو. ممتاز. في نص. ايوه. نص شو؟ نص كيلو ولا نص الطلب؟ نص كيلو. نص كيلو. ايوه في نص كيلو. يا ويلي شو حناكل؟ اللحم بتستعملوا بقري ولا غنم؟ بنستعمل غنم وعجل. غنم وعجل. أيوة. اوكي. مين هاد؟ العرديب، تمر الهندي. تمر؟ لا ما بدي تمر هندي، بس اسمه التمر الهندي اسمه عرديب. عرديب. وعندنا البنغوليز. قنقوليز. بنغوليز ايوه. حاسس حالي سافرت على غير بلد تماما. هي اجت اول شيء شوربت العدس، ريحتها كتير اعشاب، يعني مو مثل ريحه شوربه العدس تبعنا، بيضرب ريحه العدس فورا فيها. بسم الله. بس فيها اعشاب كتير هي صح؟ ايوه خضار واعشاب. ايوه صح؟ ايوه. يعني طعمتها غير مختلفه عن تبعنا. ايه لا بس حلوه تسلم ايديك. يا الله بسم الله. هذا شو؟ هذا أقاشي؟ هذا شيا غزال. وهذا يا عيني عليك. هاي سلطة، الريحة خرافية. هاي شيا غزال، حبينا الدنيا ريحة. وهي سلطة التقوى، وصحن مخلل مع بصل وجرجير. لا ليمون مستحيل. هذا شو؟ هذا الصوصات الحرة. ايوه ايه تسلم ايدك. هذا الخبز. ايه صمون، تاكلوا انتم خبز الصمون معه. خبز صمون. وهذا هذا الأقاشي. هذا هو الأقاشي. وهذا هو الأقاشي، أقاشي الدجاج. شايفين؟ صدر مشرح عليه بودرة دجاج وبس هيك. بسم الله. صدر مشوي. هذا شو؟ هذا هو استنى، هو عادي هيك نقولها عادي. هذا شو؟ هذا ملاحي الشرموط. وهذا دي الكسرة. هذا الكسرة. هذا الملاحي الشرموط، وهي الكسرة اللي هو الخبز. ايوه. وشو تحتها؟ تحطها في الطبق بتاعه. ايه تفتح الكسرة وتملح. ايوه فتة يعني. هاي البهارات والطحينية اللي بتجي مع الاكل. سلطة التقوى يلي هي طماطم مع زيت السمسم. صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيها فول سوداني. ايوه صح؟ ايوه. كتير حلوة هي، كتير مختلفة. طيبة. طماطم مع زيت السمسم، شوية طحينية وفول سوداني. وهاد لحم الغزال السوداني. بسم الله. مع البصل، طعم الفحم فيه قوي. اللحمة لا قاسية ولا طرية. التقسيمة تبعها أو التقطيعة تبعها بتكون مثل ما لكم شايفين، تقطيعة سميكة مو شرحات ناعمة. وهيك من جوا. هي الكسرة، بيبدوا بالكسرة اللي هو الخبز، وهو هذا خبز أقرب لعجين، بتحسوه مثل عجين القطايف، يعني أرق شوي. ما في طعم أبدا للعجين أبدا، بس هيك حطوا فوقه كله. لا ما كله. مش كله. وهلأ صار وقت نملح الشرموط تبعنا هيك طوالي. بإيدي. ايوه بايدك طوالي. بسم الله. طوالي يعني فورا. عادي فاهم. عك عادي يعني فوت معلم، فوت فوت وسمي بالله.
هو لحم مفروم ناعم صح؟ ايوه لحم مجفف. لحم مجفف مفروم ناعم. أيوة. بعدين فيه صوص طماطم. هو صوص طماطم صح؟ أيوة. وزيت، فيه زيت سمسم ايوه صح؟ ايوه. حلو حلو حلو، مختلف. الأكل ثقافات، واليوم نحن بالثقافة السودانية. ايوه الملاح هو أي شيء بتحطه فوق الكسرة. ايوه. أيوة. أول عصيدة. أو العصيدة ايوه. مع مخلل جزر وشوي من لحم الغزال. النكهات طيبة، نكهات غريبة، ممكن ما تقبلوها من أول مرة، ولكن كتير حلو الواحد يجرب أكل مختلف. هي الأقاشي الدجاج طيبة شوي، بحس طعمها يعني سادة مع انه عليها البهارات والبودرة. نجرب هي، شو هي الطحينية، ان شاء الله يا رب ما تطلع سبايسي. هي امور، لا والله هي سبايسي، هي سبايسي، اوف سبايسي كتير. هي بيضرب الحد بعد ما الواحد يبلع. اوف سبايسي كتير. الصوصات كتير سبايسي يا جماعة، كتير سبايسي. اللي ما بيحب السبايسي صار وقت اشلح، لانه عرق السقف. شوي جرجير لبرد، وبدي دوق المشروب الغازي السوداني تبعهم، اسمه ستم، طعم التفاح مبرد شوي. مي غازية، الغاز تبعها مو قوي كتير، وفيها نكهة التفاح. دائما بقول لما بجرب أكلات، الأكل عن جد ثقافات، شيء جديد الواحد يتعلمه. ما تخافوا إنه تجربوا، لأنه لما بتجربوا بتتعلموا، وبتصيروا كل ما تجربوا أكتر بترفعوا النوع والمذاق والليفل تبع الأكل تبعكم كتير. تجربة ككل والله جيدة جدا، ما تخيلت إنه هيك النكهات حتكون. خلينا نشوف الحلقة الجاية نحن وين حنروح ناكل أكل جديد وأكل غريب. بعد ما خلصنا أكل وخلصنا كل شيء، صار وقت إنه نتحلى. والحلو تبعهم عندهم حلو اسمه دردمة. شو في؟ كركديه. بعدين عرديه. عردية؟ عرديه تمر هندي. تمر هندي. تبلدي. شو التبلدي؟ سوداني برضه نبته. نبتة سودانية. هي كيف باكلها هي؟ طعم من فوق. بس بسم الله. ثلج وعليه نكهة الكركديه، ما استغرب طعمه جيد جدا. كانت تجربة سودانية مميزة لأول مرة، ما خاب ظني أبدا. عن جد أكل كان مختلف، ثقافة جديدة. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا. بشوفكم فيديو جديد. اكتبوا لي شو هو الكوزين اللي لازم نروح نجرب عنده، وأكيد لا تنسوا تشتركوا بالقناة. سلام.